بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة. النهاردة هنتعلم مع بعض طريقة زراعة العنب بطريقة احترافية، طريقة صحيحة. الطريقة دي اللي بتزرع فيها مشاتل الكبيرة. نعرف ونتعلم مع بعض ازاي نقدر نزرعها بسهولة جدا. بنقطعها حوالي من 20 ل 30 سنتي، الأقلام بتاعتنا أو العقل بتاعتنا. أهم حاجة طبعا نعرف الاتجاه السليم لاتجاه الأسفل والاتجاه الأعلى. زي ما واضح كده أنا بوضح لكم أهو، بوضح لنفسي أيضا. أعملها زي نظام من فوق كده عشان توضح لي الاتجاه اللي هو لأعلى. إن وإحنا زرعناها غلط نتيجة الزراعة بتاعتنا هتفشل. عشان كده مهم جدا نعرف أنهي اتجاه هو الأسفل والأنهي اتجاه أعلى. نزرع بالطريقة دي أي كمية أقلام، أي كمية عنب عايزين نزرعها. الطريقة دي لزراعة العنب فقط، طريق كمر أقلام العنب لفترة زي ما انتوا هتشوفوا واحدة واحدة. تابعونا لنهاية الفيديو نعرف مع بعض ازاي. بعد ما قطعناها نربطهم مع بعض كويس، إننا نسيبهم فترة 15 يوم لشهر بينهم تحت التراب أو الرمل أيا كان. محتاج رباط عشان نربطه، أي رباط متاح. كمان هنحتاج شوية قش الرز، لفه كويس زي ما هوضح لكم بالطريقة دي. هنديله نسبة رطوبة، القش بيحتفظ بالمية فترة كبيرة. طبعا نربطهم عشان ما يسيبش. نجهز مع بعض حفرة، لازم تكون غويطة قوي. خلي الجزء اللي هو بيكون الأعلى هنخليه هو اللي أسفل في الحفرة عشان العوال تحتفظ بالعصارة. كده احنا بنزرعها، يعتبر بنزرعها عكس الطريقة دي. ده مش طريقة زراعة، دي طريقة كمر للحفاظ على العوال لفترة لحد ما يجي. ده كمان بتدينا عقل وأحسن. ننزل عليها مية في أسبوع، بيتحط لها شوية مية يعني كفاية. حاول نغطيها كويس أهم حاجة عشان ما تاخدش. بعد شهر نحفر عليها، نطلعها من تحت التراب. القش واخد نسبة عليه ده عشان العنب تمتصها بس المية منه. زي ما انتوا شايفين اهو، هنفك من عليه القش نلاقي فيه بعض معظم عقل طلعت باتات جديدة. زي ما انتوا شايفين واضح قدامكم بذوذ صغيرة كده. نزرعها بقى في الآثار بتاعتنا أو في أكياس، وبكده نسبة النجاح
كويسة. الخطوة التانية سهلة، وإحنا بنحضر حاجة بقى نزرعهم فيها. بتاعتنا قوية ما شاء الله. نزرعهم وبنسقيهم، وإن شاء الله بتشتغل على طول. زراعتها في شهر أمشير، نبدأ نحط العقل دي ندفنها في شهر يناير، نطلعها ونزرعها في شهر فبراير. شكرا لمتابعتنا، وتابعونا لمعرفة أحدث طرق الزراعة. أتمنى من حضراتكم دعم القناة بالاشتراك فيها وتفعيل زر الجرس دعما لنا لتقديم المزيد. شكرا لمتابعتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.